قولي لي يا ممتازة. ايوه. هو الواد الفران اللي كان اتكلم على فكيهة ما ردش تاني؟ ما ردش، عمو حس بيه لهفوا لبنته. بركة يا جامع. ربنا يوفقهم. طب وانتي بقى بتسألي ليه يا خالتي سكينة؟ لقيتي عريس لفكيهة؟ وش معنى يعني فكيهة؟ هو الحاضر مش أولى من الغايب؟ وبعدين يا بيت هو لا حاجة، بس الكلام بياخد ويدي. العريس اللي عندي مش زيه، راجل كبير ومتجوز ومراته ولية كبيرة، يعني منها ضرة ومنها حما. إنما فكيهة البنية منكسرة زي ما انت عارفة ويتيمة، وبتقول يا رب الستر النهاردة قبل بكرة. انت ربنا يحملك أبوكي وأخوكي. وانا كمان مش هنساكي. تعيشي يا خالتي. ومين العريس ده بقى يا خالتي سكينة؟ عمك مدبولي. ايه؟ عم مدبولي جوزك؟ وبتخطبي له؟ طب دب صباعك في عينيه، اطبقي بايديك على زمارة رقبته. شوفي يا اخت الراجل الشايب العايب. ولا عيب ولا حاجة، انت اللي بتقاصر لسه مش فاهمة الدنيا. ومش عايزة افهمها. بس يديك ربنا طول العمر. ما يحكمش. ايش قولك يا فكيهة؟ والله يا ست سكينة، والله دي حاجة تحير. يهو تحير في ايه بقى؟ عمك مدبولي راجل قيمة، عاقل وموزون ويهمه بيته وكسيب وبيصرف وعينيه شبعانة وعشري وابن ناس ما تطلعش منه العيبة. ليا معاه 20 سنة والله اكتر ما غلطش في حق غلطة واحدة، ومحافظ على وقته وصين صحته. انا ما بقولش حاجة، بس انت يا ست سكينة. مالي انا؟ ايه اللي مخوفك مني؟ انا مش خايفة منك، انا خايفة عليك. من ايه يا ضنايا؟ غير منك؟ انا بحبك يا بنت ومربياكي وافرح لك. انا ما بقولش حاجة، بس يا ست سكينة يعني يمكن يا بنت يمكن اجيب عيل بصحيح. يهو امال احنا واخدينك ليه؟ ما هو دلوقتي شيء وساعتها شيء تاني. طب ما تخلينا حبايب كده احسن يا ست سكينة. ليه؟ خايفة لا اكره العيل؟ لا مش تكرهيه، بس يمكن يعني تتضايقي منه، برضو العيال ليهم رزالة. كنت اتضايقتي من رزالتك ولا غلست ممتازة ولا عيال الجيران والحبايب والقرايب اللي اهاليهم كانت بتحدفهم في حجر ويمشوا تقولش مدرسة حضانة؟ ومين ينكر خيرك انت يا ست سكينة يا ام الحتة كلها، بس الحكاية اللي انت جايالي بيها دي مش داخله مخي ابدا. ليه؟ انا ما شفتش بس لسه واحدة بتخطب لجوزها. ده غيري كان يمكن يقول دي خزينة وبتبدريها. اطم بوزك. خلاص يا بت، خدي يا بت القرشين دول، خدي هاتيلك هدمتين علشان تغيري وتتحضري كمان يا ست سكينة. ولسه لازم يجيب لك شبكة ويدفع لك مهر كويس، دول من عندي لاجل ما تلبسي يمكن يشوفك. يا ريت كل الضماير زيك كده. ضماير ايه؟ ده انت زي بنتي. امال يا فكيهة، ده انت دخلتك بكرة. يا ريتها كانت خرجت يا شيخ. ليه بقى؟ المعلم مدبولي وحش؟ ما كنت تاخديه انت. هم طلبوك انت. ايوه يا ستي عشان حيطه مايله. ما تقوليش كده يا شيخة، دي خالتي سكينة بتحبك قوي. ما هو ده خوفي، ما هو لو كنت هاخد المعلم مدبولي لوحده كانت تبقى مبلوعة، اللي هتجوزه ومعاه ست سكينة. وهي هتعمل فيك ايه بقى يا اختي؟ اللي هيقدرها عليه ربنا. شوفي انت بقى لما تكون هي صاحبة الفضل والايادي البيضة وانا اللي اسرت المعروف والمروءة. ولا معروف ولا حاجة، دول هم اللي محتاجين لك، عيشتهم بقت نكد من غير خلفة، وانت اللي بكرة هتفرفشيهم. ومين يضمن؟ مش يمكن اطلع انا رخرة زي خالتك سكينة؟ يبقى ازاي الحال بقى؟ يبقى الدور جه عليا انا. ايه والنبي يا اختي انت رخرة، قومت في اللمبة خلينا ننعس. هو ما جاتش يا ممتازة؟ ايه حاجة؟ ولا حاجة يا خالتي سكينة، بس كانت راسي بتوجعني. لا يا اختي سلامة راسك، اوعي تظن ان انا كنت ناسياكي يا ممتازة. صحيح يا خالتي، جبتيلي حمص. حمص ايه؟ جبتلك عريس يا اختي. والنبي يا خالتي سكينة بجد وحياة عيونك، وبكرة هيروح يقابل ابوكي وشافك وعارفك وله غرض، بس كان هايب. وهايب ليه بقى؟ هيقابل عفاريت؟ الخايف من الكسوف، اصل قرشين اللي حيلته خلصهم حطهم في الدكان وفتح سروج على الناصية. اللي اسمه فتحي؟ هو اسمه فتحي،
لكن انا بقول له يا سي عبد الفتاح. تسلمي يا خالتي سكينة. بس بيقول يعني ما فضلش معاه نقدية يدفعها مهر غير 50 جنيه. قلت له عدلين، ودول ناس عقلة وأصلة ما بيبصوش للفلوس وبيشتروا الراجل. هم قالوا لك كده؟ مالكيش دعوة انت، انا اعرف شغلي وياهم. طب وبتحكي لي انا ليه؟ مش برضه اخد رايك. انا كنت جايبه لك صورته علشان اوريها لك، فاكره انك مش عارفاه ورجعتها له تاني؟ انت هو انا انتقلت من مطرحي؟ يعني لسه معاكي؟ يا اختي معايا اهي اهي. وريني. عاوزه تشوفيها؟ اهي وريني. اهي. يا اختي ماله كده؟ ماله يا اختي؟ ده حلق شعره نمرة 1. يا دوب طالع من العسكريه. وايه اللي لابسها في ايده دي؟ ساعة يا اختي ساعة. امه اشترتها له وهو رايح الجيش قدامي ب20 جنيه. ابقى اخدها لك منه. اعمل بيها ايه دي واقفة؟ ايش عرفك بقى؟ طب حطيها كده على ودنك، مش هتلاقيها بتقول تك تك تك؟ يوهو، بكرة يا اختي اما تلبسيها يا ما تقول. اهي ليل ونهار على الحالة دي. جوزها طوله شبرين. تكونش زعلتها بكلمة ولا حاجة يا مدبولي؟ انا بزعل حد يا سكينة؟ بس دي يعني عيلة وعقلها برضه لسه صغير. ايوه وديكي شايفاني بدلع. ابقي خليني كده في ساعة برا واسأليها، يمكن تكشفك انتي. حاكم انتوا يا حريم لكوا ويا بعض سر. ما يبقاش قد السر اللي بين الراجل ومراته. اسألها انت. ما انا سألتها بدل المرة 10. اسألها كمان. انا هقوم بقى اخرج واقول ان انا رايحة اشوف اختي عيانة وابات هناك، يمكن تطمن. على الله. اسكت اهي جاية. ناولني الملاية. ناوليني الملاية يا فكيهة. على فين يا ست سكينة؟ عرفة ابن اختها قابلني الصبح وقال لي امي عيانة. بقول لها تقلع الملاية، تقول واجب اروح وابات كمان. مش واجب يا فكيهة. ايوه بس باذن الله ما فيش حاجة، هتروحي وترجعي في ساعتها. يسمع منك ربنا. انما باينة عندهم هناك قعدة حلوة وطراوة. قولي انت زهقتي مننا بقى. شوف بقى البت وكلامها. يا لها من غيرك اهي بتدلع. اقعدوا بقى بالعافية. ادعوا لنا. هو الشافي. ربنا يطمن قلبك يا هو ست سكينة. الشافي. تعالي بقى قوليلي. ايه في ايه؟ ولا حاجة، بس عايز افهم. ليل ونهار لو يبوزك ومطع شبرين، انا جرى مني حاجة؟ ابدا لا سمح الله. امال ايه بس اللي حصل؟ ما هي دي مش عوايدك. كنت برضو فرحانة كده وراضية. انما هو بقى انت من يوم ما رحتي فرح ممتازة رجعتي والعياذ بالله. مش تفهميني بقى جرى ايه؟ ولا حاجة. تكون يعني صعبت عليك نفسك يعني اللي خدت راجل زي حالاتي وممتازة يعني اتحصلت على فرخ شمرت، هو من دورها وهي من دوره. لا مش عشان كده. طيب علشان حاجة تانية. ايه هي؟ جابوا لها عدس وجالك مش العفش يا فكيهة؟ العفش ملوش دعوة. امال ايه اللي له دعوة؟ طيب الصيغة ليك عليا كل ما يتجمع معايا قرشين اجيب لك بيهم حتة صيغ. عرقي وشقايا كله عليك يا فكيهة. ايوه حكمه بقى ايه. انا راجل قنوع عايش مع سكينة زي ما انت شايفة. ان كانت طاقة تنسى التانية. ايه برضو مش عشان السيرة. امال ايه
ما هو بقى لازم ترسيه. مفيش حاجة. لا فيه يا ستي. وبصراحة بقى اقول لك سكينة وزعت نفسها علشان نعرف نتكلم. ما تنغصيش عيشته امال. الله. احنا قصدنا نفرح ولا نتنكد؟ قولي لي بقى. لازم بس هقول ايه يا اخواتي؟ هقول ايه؟ اللي في نفسك، اللي مأثر عليكي. هتستغلط؟ لا مش هستغلط حتى لو كنت غلطانة. شوفي قد ايه بقى انا غرض اسعدك. يمكن ربنا يسعدنا يا ستي. يا سيدي انا طول عمري عايشة ضيفة عند اهل ممتازة، ولغاية دلوقتي برضو عايشة ضيفة. بس عندك انت ايه معناته الكلام ده؟ ضيفة ايه؟ ده بيتك. ايه؟ وست سكينة ايه صفاتها فيه بقى امال؟ هي جت على سكينة دي حتى بتحبك. ما انا كمان بحبها وخايفة من قعدتنا جنب بعض لا نطقش في بعض ملهوش لازمة. ايوه حكمنتو ساكسونيا. الغرض فهمت. الحمد لله اللي جت على قد كده. مقدور عليها نحلها من بكره. ازاي بقى؟ هتطردني؟ لا. طب اوعى تزعل ست سكينة. لا مالكيش دعوة انت بسكينة. من بكرة اشوف لها منظرة في بيت اخويا، والعيال هناك بيحبوها وهيخدموها ويشيلوها فوق دماغهم كمان. بس يا اخويا تدعي على. ابدا مش هتدعي ولا حاجة. بس انت بقى عاوز اقول لك كلمتين. هتحسي بالخسارة صحيح. ازاي بقى؟ لما تبص تلاقي نفسك قايمة من نجمة تحضر الفطور. ايه يعني؟ لما اشتغل نفسي تنفتح وافطر كويس. شيء يسرنا. اسمعي كمان. لما الشمس هتطلع تتلف بالملاية وتخرجي تجيب الخضار. وماله؟ انا ايه بايدي واشتري اللي على كيف. رضا. وخدي بالك هترجعي البيت تغسلي الهدوم والمواعين. ما هو اجر دمي واتسلى. اعرفي خلاصك بقى. كل ده كانت شايلاه عنك سكينة، وانا قدها وقدود. ومادام انت بقى مبسوطة احنا بقى مبسوطين. ما تقوليش لا ضيفة ولا حاجة. ده انت ست الدار يا فكيهة. ينتعك ربنا بالسلامة يا فكيهة يا اختي. عقبال بكاريكي وافرح لك انت رخرة. كل شيء اسمه يا فكيهة يا اختي. انا بقول كفاية قعدك الليلة وتروحي، يمكن سي فتحي يعوز حاجة. يا اختي هيعوز ايه؟ انا ما فكش ابدا لحد ما تقومي بالسلامة. دي الحكيمة قالت يا النهاردة يا بكرة. ربنا يهون. هينا بإذن الله. ده انت اختي يا فكيهة، ده احنا متربيين سوا العمر كله. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. قوليلي واسم النبي حرصه بقى هتسميه ايه؟ انا عارفة بس اما يجي. يا اختي هو فاضل له حاجة؟ اقول لك اسميه ممتاز على اسمك. تعيشي لي يا اختي. قوليلي وناوية بقى بالصلاة على النبي كده هتشغليه ايه لما يكبر؟ يعني هشغله ايه؟ اهو لبان زي ابوه. وماله؟ يسمع منك. بس اسمعي، لازم تحوشي له قرشين وانا اوضب له حته دين دكان. جايباله الحصاله من دلوقتي. ونجيب له تلاجة يبيع حليب وزبادي وانت اللي تعمله له في البيت. ونجيب له مكنه دندورمه وصينيه كلافه وقالب قشطه. ده انت مصنفه الدكانه من دلوقتي. امال ايه؟ مش جوز بنتي يا اختي؟ والنبي لا مسميها فكيهه. ربنا يسمع منك. ومنتي يا اختي بقى روحي احسن الدنيا اتمست. وفوتك لوحدك؟ لا مش لوحدي، دي ست سكينة جاية اهي. اخفى عليك يا فكيهة بقى، ما تبعتليش الا دلوقتي. هو انا يا بنت عدوة؟ ده يا اختي اليوم اللي بستناه وعاوزين نفرح بيه. امال ما تقولي فين؟ من ساعة ما جت ممتازة وفتح لها دخل نام. الله يكون في عونه، بيتعب وبيصحى بدري. الحقيقة انه راجل حشمة وذوق، فتح لي ووشه في الارض ودخلت لا شفته ولا شافني. هو كده
لو قلت لك ما شفتش تقاطيعه غير بعد ما دخلت في سنتين تقولي لي كدابة. هم اهل زمان كده، جدي كان كده راخر. طيب بس هو المعلم مدبولي قد جدك يا بنت؟ بس هو اللي متأدب. قوليلي الحكيمة ميعادها امتى؟ زمانها جاية.